يا جدعان، حد يقنع لعيبة الزمالك ان الميداليات هناك في الكونفدرالية مش في ماتش الاهلي، ان ماتش الاهلي ده بنقاط ب3 نقط بس وخلاص، مش بطولة. كانوا فاكرين هيستلموا ميدالية. الميداليات في الكونفدرالية، الميداليات في الماتش بتاع النهارده، في الماتش بتاع دريم بارك اللي هو ال14 ولا ال15 على الدوري في بلده، واحنا مش عارفين نجيب فيه جون في وسط بلدنا، في وسط جمهورنا. بس هقول لك ايه، هو ده مستوانا الحقيقي. لما قلنا لكم ان هو ده مستوى الزمالك الحقيقي اتغريتوا بمكسب الاهلي اللي له اسبابه، بس وصل كلامي لكل اللي عايز يعرف الحقيقة علشان يعرفها، لان خلاص احنا تعبنا في ايه؟ هو في ايه يا جماعة؟ هو مش يا عم شيكابالا، يا عم شيكابالا، هو مش انت خلاص قعدت اتفرجت مع الجمهور وكسبنا؟ ما في ايه بقى؟ ما ترحمنا شوية معلش، مع احترامنا ليك كبني ادم واحترامنا لكل الناس، لكن مش كده يعني. هي عمرها ما كانت بكده، عمرها ما كانت احنا بنلعب ناقصين واحد يا جماعة، يا جماعة حرام. احنا بنلاعب مين؟ هو مين دريم بارك؟ فريق دريم حد يعرفه؟ هو فريق دريم بارك ده حد يعرفه يا جماعة؟ عايز بقى انت تقول لي معرفش ايه اتغريت بمكسب الاهلي؟ طب ما انا قلت لك، هو انا مش قلت لك احنا كسبنا الاهلي ليه؟ ولا انت مش مصدق؟ هو انتوا ليه مش عايزين تعرفوا الحقيقه؟ هو انتوا ليه مش عايزين تعرفوا الحقيقه؟ كسبت الاهلي ليه؟ كسبت الاهلي لانه كان بيلعبك تقريبا بالبدلاء، كان جيش كامل مش موجود، ما كانش بيلعب وكان بيلعبك وعارف انه بيلعب مباراه ب3 نقاط، وعارف انه ممكن يكسبك بيهم. ايه رايك بقى؟ ايه رايك؟ يعني بيلعبك بالبدلاء وعارف ان هو ممكن. لما بقى لقى نفسه كولر بدل تبديلات متاخره وغلط، وغلطته دي كسبتنا والحمد لله، وكسبنا ولمينا الكور وعملنا كل حاجه. جاي بقى في ايه بقى؟ البطوله بقى، الميداليات. ما هو اصل ماتش الاهلي كانت اللعيبه مستنيه تستلم ميداليات فيه، كانوا مستنيين يستلموا الميداليات. فحد يقول لهم ان الميداليات كانت النهارده، وان المكسب والبطوله هي النهارده. في يا جماعه، احنا بنلعب كونفدراليه، احنا مش بنلعب دوري ابطال، احنا بنلعب في الكونفدراليه. مش هناخدها؟ بنلعب الثالث والرابع. مش يعني في ايه يعني؟ هنعمل ايه؟ طب جون عندي في بلدي في وسط جمهوري، جماهير الزمالك جايه تحضر. يا جماعه انا تعبان، عندي نزله برد، وما كنتش قادر ان انا اتكلم اصلا. لكن مش ممكن يعني اللي بيحصل ده حد يفسرهولي. ليه مش عايزين نصدق الحقائق؟ يعني ليه لما نيجي نفسر ونقول الحقيقه ليه ما بنصدق؟ توهمنا بقى خلاص، عايشين في نشوه النصر. خدنا ايه؟ خدنا من الاهلي البطوله؟ خدنا كاس العالم؟ خدنا ايه من الاهلي؟ خدنا ايه؟ ماتش ب3 نقاط. الاهلي بيكمل في طريقه وبيشوف بطولاته. انا بقى عايز بطوله، انا لا زلت ما عنديش بطوله. اللي بيضحك على جماهير الزمالك ويحسسه ان انت تغلب الاهلي بعد ما 4 ماتشات بيغلبك بجميع جدول الضرب، ارقامه غلبك بيها الاهلي. تحب اقولهم لك؟ 3-0، 4-1، 2-0، 2-0، 4 ماتشات ورا بعض، 13-1. انا لما اغلبه 2-1 في كور من حاسه عمال تخش وما اعرفش ايه، والم الكور واعمل وفرق، وكولر نازل عشان مركز في مازيمبي وكل الملابسات دي، ب2-1 بفرق جون واحد. اعيش انا في الوهم ده واجي انزل بقى دلوقتي في الكونفدراليه اتعادل في بلدي؟ ده اللي انا مش عارفه، وعايز اي تفسير، وعايز الناس توصل لكل زملكاوي عايش في دور ان هو خدنا بطوله وخدنا ميداليه من الاهلي، ان البطوله هي اللي بنلعبها في الكونفدراليه، هي دي البطوله الافريقيه، هي دي اللي احنا عايزينها، مش ماتش الاهلي اللي احنا بنغلبه 2-1. يعني ايه يعني؟ مش عارف. بعد اذنكم يا جماعه، انا عندي كلام كتير جدا مهم عايز اتكلمه، لكن بعد اذنكم انا بقول لكم حاجه، طلب اخوي من سيمو اللي عارف محبتكم ليا قد ايه. بعد اذنكم قبل ما اتكلم اي كلمه، انا عايز يا جماعه كل واحد يشير لصاحبه الزملكاوي او جماهير الكره كلها في مصر، وقولوا لهم ان مباراه الاهلي ما كانتش بميداليات، عشان كان في ناس مستنيه انهم يروحوا يستلموا الميداليه عشان غلبوا الاهلي.
ده اول نقطة عايز اكلمك فيها. هتقول لي انت ليه بتقول الكلام ده يا عم سيمو؟ اقول لك لان الغريب في الموضوع ان ما زالت جماهير نادي الزمالك منتشية لحد دلوقتي من اخدت بطولة بهزيمتها للنادي الاهلي، ولحد دلوقتي بيقولوا مش مشكلة ان انتوا تضيعوا الكونفدرالية، ما احنا غلبنا النادي الاهلي وانتوا عارفين اتغلب الظروف. النهارده بيوصلوا للعيبة، النهارده جماهير الزمالك بتوصل للعيبة ان احنا بفوزنا على الاهلي خدنا بطولة، خدنا بطولة، بس بيقولوا لهم ان التلفزيون ما جابش الميداليات، بيقولوا لهم ان التلفزيون ما زعش فقرة الميداليات. فيا ريت توصلوا لهم الكلام ده كويس. النهارده بتلاعب فرقة حمضانة كتيانة، فرقة هي في بلدها ال 14 على الدوري. ده حتى في حاجه، المفروض النادي الاهلي يا جماعه يرفع قضيه او مذكره يقول ازاي النادي اللي بيقول انه غلبني بيجي النهارده يتعادل مع فرقه هي ال 14 على الدوري. وتم تاسيس هذه الفرقه سنه 2009، سنة 2000. ده انا مش من سنة 2000، ده فرقة احدث مني، ده فرقة احدث من العيال الصغيرة. ده فرقة ب 2009 تم انشائها سنة 2009، والنهاردة جاي بتلعبها على ارضك ووسط جمهورك، وجمهور بالاعلام ويمين وشمال في كل حتة، والنهاردة مش عارف تجيب فيها جول، مش عارف. قول لي يا صاحب العقلية ان اللعيبة دي غلبت النادي الاهلي ازاي؟ غلبوه ازاي؟ يعني اقنعني غلبوه ازاي؟ طلعنا قلنا اصل كان في غيابات، اصل كرة كان مركز في مازيمبي، اصله كانوا مركزين في. الناس قالت لنا، الناس قولوا لهم احب على ايدك يا زميلي، قول لهم ان مباراة الاهلي ما كانتش بالميداليات. الكونفدرالية اللي لو كسبتها هي في نهايتها هتاخد ميدالية قرص كده، قرص. انما ماتش الاهلي بيدوا على قرص طعمية، بيديك قرص حجه. لو كسبت ماتش الاهلي هيديك هديه قرص التقيله، عارف التقيله؟ ما اقول لك التقيله، انت ماتش الاهلي كده هيديك التقيله. انما الماتشات دي هي دي البطولات، انت بتكسب النهارده رايح، تكسب النهارده جاي تاخدهم بطوله. اسمعني يا اخويا، احب على ايدك، اسمعني ووصل للناس الكلام اللي بقوله ده كويس. يا جماعه انتوا فهمتوا لعيبتكم تقريبا جايه منتشيه من النص، ده تقريبا ادوهم اجازه، تقريبا اللعيبه دي راحت المالديف يا جماعه، قضت وقت جميل يا جماعه علشان خدوا بطوله انه كسب النادي الاهلي، خدوا بطوله يا جماعه، عملوا لهم بطوله، فاللعيبه راحت ترتاح. جايين النهارده اللعيبه ايه ده؟ وانا عايز اقول حاجه، هو مش هتضحك لنا، بس هي منحاسه عشان في فقر، في نيه مش سليمه، في نيه مش حلوه، في حد عمل بيح في حته مش نظيفه، فالنهارده الكره مش عايزه تخش، في نيه مش سالكه. تيجي تقول لي طب ما النادي الاهلي يا عم بيروح اقول لك نيته سالكه. وليا كلمتين للجدع اللي كان بيعلق على المباراه، فكروني باسمه، راجل محترم وعلى عيني وراسي، بس عايز اقول له يا بابا شارو، يا بابا ماجد، زمالك اللي بمن حضر ايه ده؟ يحضر معاه محضر. زمالك ايه اللي بمن حضر؟ انا اقول لك الاهلي بمن حضر، فينزل بناشئين، ينزل بتاع يتعادل ويكسب ويحقق بطولات. انما النهارده انا بمن حضر بتاع ايه؟ انا بمن اختفى، بمن اتضرب بالقفا. انا بتاع ايه يعني؟ انا ليه؟ انا مين؟ انا سيمو انتهى. اقول له ايه؟ طيب النهارده بيقول لك اصل ايه؟ اصل يعني الزمالك كان المفروض ان هو يجيب جون. الزمالك النهارده مع فريق زي ده كان المفروض يطلع كسبان 10 كده اهو. مش ده الزمالك بقى؟ ما هو اصل لو الزمالك غلب النادي الاهلي بطل افريقيا، والنادي الاهلي بتاع بقى كاس العالم للانديه بقى وبرونزيه كاس العالم، ما احنا غلبناه، ما احنا غلبنا الاهلي، احنا غلبناه المره اللي فاتت. فالمره دي بقى اجي العب بقى، وريني. انما ده للي عايز يعرف، ووصل للي عايز يعرف كلمه الحق. ده مستوانا الحقيقي، هو ده اللي قلناه، ده مستوى الزمالك الحقيقي اللي بان النهارده في الملعب. بتقول لي اصل ما ده كان جون ايه اللي انا جون؟ مش عارف اجيب هدف واحد في بلدي، في وسط جمهوري في بلدي، مش عارف اجيب جون واحد في فريق اسمه دريم بارك ده بيلعبوا فيه العيال الصغيره، بيركبوا فيه قطر الموت. هو ده اللي انا اعرفه. ما يعني فريق من اول امبارح، وانا بقى الزمالك اللي غالب الاهلي
اللي غلب الاهلي بقى وخدت البطوله، ميداليه الاهلي هنسميها ميداليه الاهلي. هنسيب بقى البطوله والكونفدراليه ونفضل بقى عايشين في فرق الجون اللي احنا الاهلي اللي غلبنا بقول لك 13 واحد. اقول لك تاني واحنا بنغلبه في فرق هدف واحد. وهنعيش بقى مش هنشوف مسيرتنا يا شيكابالا بعد اذنك وبعد اذن المدير الفني وبعد وصلوا للعالم كله. شيكابالا كان قاعد بيتفرج عالم وغلبنا الاهلي وربنا نفخ في صورتنا. كان يقعد يتفرج. ما قعدتش ليه؟ نزل له حاجه ساعه، نزل له قعد يتفرج. ايه نزل برضه تحنكش. هنغلب احنا بالحنكشه وبالشغل ده. الشغل ده نعمله في الدوري العام مع السكه الحديد، لان مش ممكن في حاجه اسمها سكه حديد دلوقتي. لكن مش ممكن يا شيكابالا اللي بيحصل ده. احنا بنلعب ناقصين واحد. لو بتحب الزمالك فعلا ريح شويه، ابقى انزل اخر 10 دقايق لما نكسب يا سيدي. مش ممكن كده. كل دلوقتي زملكاوي لسان حاله بيقول نفس الكلام ده. شيكابالا ارحمنا شويه وريح، معلش ريح الجته شويه على الدكه. ريح الدكه مش على الواحد مش عارف يقول ايه. اوعى تمشي يا اللي قاعد جاي لك في كلمتين بقولهم النهارده لسيد طعيز مش جوزيه جوميز. انت النهارده اثبت ان انت سيد طعيز. طب ايه يا عم، انا عايز اسالك سؤال. انت خرجت شيكابالا في الدقيقة 68. هو بيعمل ايه للدقيقة 68 شيكابالا؟ هو عنده صحة للدقيقة 68؟ ها؟ يعني انت شايف ان شيكابالا يديك للدقيقة 8؟ ده اي حد كان بيلعبه شوط، لا شوط اول لا شوط تاني عشان يديله. لكن النهارده اما بيدينا في اسناننا مقعده للدقيقة 68 بيعمل ايه؟ ها؟ طيب انا عايز اسأل سؤال. النهارده موتيبا خرج ودخل محمد شحاوة. موتيبا ده انا راجل نفسي اول ما جت صفقه موتيبا الراجل عمل حركتين قلت لعيب كويس. بس انا بقول لك ان موتيبا ده يعني انا بالنسبه لي هو جبته ليه؟ يعني موتيبا ده انا مش شايف ان ده لعيب. ايه الصفقات هو احنا موعودين بالصفقات المضروبه في مجلس قديم ومجلس جديد؟ هو احنا الصفقات وناس تتريق تقول لك اصل الاهلي بيجيب موديست، اصل الاهلي بيجيب مكسيون. طب عنده ترجيع. الاهلي بيروح يجيب لي مكسيون بيمشيه، مش بيفضل في ارابيق، مش بيضحك عليه وبياخد البضاعه وما يعرفش يرجعها من غير ريسيت. بيبقى معاه ريسيت، بيعرف يرجع ويجيب لعيب 10. انا بقى باخد اللعيب بتفرم فيه وباخده وبدفع فيه فلوس وفي الاخر ما اعرفش ابدله. اقعد جنبه انزل بيه سوق الجمعه بقى في اخر اليوم، انزل بيه سوق الجمعه. انا معايا لعيب كويس، مين يشتري؟ انا كده. وعارف انت اللي بيشتري الحاجه ب1,000,000 جنيه بعد كده يمشي يدلل عليها، فيجوا يقولوا لا اصل ده ما ينفعش، ده انت ده تبيعها ده بيعها يا جدع، انت هتبيعها دي هتخسر فيها، هتبيعها ب2 جنيه بعد ما انا كده. انما النادي ده بيجيب اللعيب النهارده بيعرف يرجعه ويعرف يغيره ويعرف يبدل، وبتيجي تشوف صفقات بيعملها النادي الاهلي. ده اللي احنا قلناه ومحدش صدقنا. وصيتك قبل ما اكمل ولا اتكلم في اي حاجه، وصل لكل واحد وصل لكل عبد السميع وصل لكل عبد السميع قول له ان الكونفدراليه هي اللي بياخدوا فيها ميداليه. اما مباراه النادي الاهلي دي تروح تاخد فيها قرص طعميه، تروح تاخد فيها عجه، واخد بالك كده. اما دي ما بتاخدوش فيها ميداليات عشان في ناس كانت انا بقول لك في ناس كانت فاتحه التلفزيون ومنتظره صفقه الميداليات، ولما ما شافتوهاش زمايلهم اتصلوا بيهم قالوا لغوا الفقره عشان متغاظين انهم يجيبوا في التلفزيون نادي الزمالك وبيستلم. ما هي نظريه المؤامره. هو قال لك التلفزيون ما صورش لحظه استلام لعيبه الزمالك الميداليات في مباراه الاهلي. قال لك ليه؟ قال لك لان الاخراج حاقد على نادي، في نظريه مؤامره حاقد على نادي الزمالك، عشان كده ما جابش الفقره دي عشان الناس ما تتضايقش. هم شربوها لهم كده. وصل للناس وقول لهم ان عيب اللي بيحصل ده. النهارده انا حابب اقول لك ان مفيش حاجه. النهارده جمهور الاهلي وقطاع كبير منه كان بيشجع الزمالك النهارده. هتقول لي ازاي؟ هقول لك لانه بيلعب في افريقيا، ولانه جمهور الاهلي ناس وطنيين وناس مصريين زي ما احنا بنشجع الاهلي لما بيلعب في دوري ابطال افريقيا. واي حد بيتفرج على كوره وعاقل ووطني هيقول كده. في الدوري وفي الكاس احنا بنتنافس انما الزمالك بيلعب باسم مصر، وجمهور كتير عريض من جماهير الاهلي المحترمين كانوا بيشجعوا. فالنهارده مالكش حجه ولا تقول اصل ما اعرفش ايه ولا الكلام ده. هم كانوا عايزينك. هم خسرانين ايه؟ ما هم بيلعبوا في دوري ابطال افريقيا وماشيه معاهم، وهيلعبوا في النهائي وهياخدوا ال12. وعلى فكره ادعي ان الاهلي ياخد ال12 وانه يكسب مازيمبي، لان مازيمبي
دي معلومه ليك، ونقولها تاني، لان مازيمبي لو هو اللي صعد هياخد 6، هيبقى معاه 6 بطولات يا زملكاوي، هيتعداك. هتبقى مش انت التاني اللي بعد الاهلي، هيبقى مش انت اللي 5 بطولات، تاني حد بعد الاهلي اللي واخد 11، لا هيبقى مازيمبي هيعديني. فانا احسن لي ان الاهلي ابن بلدي، لان انا وانا بلعب في دوري الابطال، ما انا لو انا زمالك بلعب في دوري الابطال هبقى اشجع الزمالك. انما انا مش فاهم العقليه دي ايه. النهارده عايزين نوصل للعيبه ان ماتش النادي الاهلي مهم وكل حاجه، وكسبناه والحمد لله زي ما كسبناه بقى بظروفه، لكن مش هنعيش عليه. ما هو ده مش بطوله، صحيح. ما هو ده مش بطوله، ومش هي دي الانديه الكبيره. والنادي الاهلي نادي كبير بيلعب على بطولات، نفسنا يبقى عقليه اللعيبه. انا عارف ان الاداره وعارف ان كله ممكن يقول، لكن عقليه اللعيبه اللي نازله ده لعيب، ده غلب الاهلي، ده واخد بطوله، ده واخد ميداليه النادي الاهلي مكتوب عليه قد كده مكسب النادي الاهلي. على فكره الاهلاويه يا جماعه بيقولوا علينا ان انتوا شفتوا بتكسبوا النادي الاهلي بتعملوا ايه. يا جماعه افهموا وقدروا احنا بنقول ايه. احنا ما فيش حقيقه بنداريها، وما نتكسفش نقول الحقيقه، لان الحقيقه دي والحق ده بتاع ربنا. مهما كان بقى الخلاف، واللي يقول لك عمال تطبل، ويقول لك عمال، ولا اسمع له، اسمع له. كل واحد بيتكلم على هو بس اللي يهمه انك لازم تكره الاهلي، لازم عشان او تقول الراي اللي على مزاجه، او تقول الراي اللي على مزاجه، وتطلع بقى تقول ده احنا غلبنا الاهلي عشان احنا احسن منه بمراحل لا مش احسن منه. الاهلي كان شراسه هجوميه في الماتش، الاهلي كان بيلعب احسن مننا في ماتش الاهلي والزمالك. عشان اقول مش انا قلت لك ان في ماتشات اتغلبنا فيها وكنا بنلعب احسن، اخرهم انا قلت لكم اخرهم بتاع الجون بتاع امام عاشور، كنا بنلعب كويس لحد الدقيقه 84. لكن الماتش اللي احنا غلبنا فيه الاهلي ده كان الاهلي هو اللي بيلعب احسن منه. وهي دي كلمه الحق. مش هغير انا ضميري ولا غير، مش لازم اكون صح، لكن احنا بنقول الكلام اللي شايفينه من وجهه نظرنا صح. لازم اللعيبه تفهم ان الميداليات والبطولات موجوده في بطوله الكونفدراليه اللي بيلعب فيها النهارده. انا بلعب ازاي في وسط بلدي، في وسط ناسي، في وسط جمهوري، واتغلب من فريق معلش بتاع اول امبارح، وانا عايش على ماتش الاهلي، عايش عليه. هي دي البطوله اللي احنا هناخدها، هي دي البطوله اللي مستنياها جماهير الزمالك. جماهير الزمالك مش مستنيه 3 نقاط، مستنيه بطولات. شيكابالا تاني وتالت مره بقول شيكابالا معلش بعد اذنك، اي مكان واي شغل واي ده لو طابونه بتاعت عيش وحد مش بيدي فيها ولا مش بيعمل، هيقول له لا اقعد شويه مع السلامه. مش ممكن، ما هي دي مش ممكن. وعلى عيننا وراسنا بنرجع واقول انا الشيكابالا عن كابتن نادي الزمالك، كابتن كبير ولكن النهارده فرانشيسكو توتي نفسه اللي عمل ايه مع روما، جاله وقت قال له خلاص، لان مصلحه النادي هو المفروض يهمه مصلحه النادي. انا بشوفك انا ما ينفعش يلعب 68 دقيقه اي عقل النهارده انك تلعب 68 دقيقه. انا بجد مش فاهم. واللي حصل النهارده يعني انت عقدت المواقف، وهي دي البطوله بحق اللي احنا مستنيينها بعد مواسم صفريه. مش هقول لك موسم صفري، مستنيين بطوله. بس احنا للاسف افرح انك غلبت الاهلي اوكا، لكن مش هي دي البطوله زي النادي الاهلي النهارده لما شفته مع مازيمبي بيلعب بشراسه قد ايه، مع انه اتغلب لكن ما همتش، لانه هو بيهمه اتعادل. انا قصدي اتغلب في مباراه الزمالك، لكن هو ما عندوش مشكله، نازل يدي تاني في ابطال افريقيا، ويهمه البطوله ويهمه ال 12. هي دي روح البطولات، مش ان انا اكسب ماتش فبعيش عليه وكانها بطوله واشرب الكلام ده الجماهيري. هو ده الكلام يا استاذه اللي جاي بتقول تطبيل. هو التطبيل ان انا اشرب لجماهيري ان انا باخد بطوله لما اغلب النادي الاهلي، وده كلام عيب. ولازم الحاجات دي كلها تتعرى عشان نقدر نحقق اللي احنا عايزينه، نتعلم ونقدر نحقق اللي احنا عايزينه.